النهارده بقى هعمل لكم حبه عيش حواوشي بقى في منتهى الجمال، وبصوا احلى من كده مفيش. هتبطلي تعمليه بره وهتعمليه في البيت وفي الطاسه وعلى البوتاجاز من فوق. شوفي معايا الفيديو للنهايه وهقول لك الطريقه بتاعته. اول حاجه هجيب ده نص كيلو لحمه مفرومه، اهم حاجه يكون فيه نسبه دهن كويسه. تقولي للراجل كده انا عايزه لحمه مفرومه مخلوطه كده معاها الدهنه بتاعتها. وهجيب بقى البهارات، ملح وفلفل اسود وكزبره وثلاث حبات طماطم وبصل، يعني بصل كده كمية حلوة كده، وبقدونس وفلفل، وهحطهم كده على بعضيهم كده بالطريقة ديت، وهقلبهم بقى وهدعكهم في بعضيهم بحيث ان اللحمة مفرومة تختلط معاهم. هكورهم معايا الكور اللي انتوا شايفينها دي، وهكون مجهزة معايا عيش انا جايباه جاهز من الفرن، عيش اسمر، او ممكن تعجني عجينة على ايديكي في البيت، سهلة جدا وبسيطة ما فيهاش اي حاجة، بتخمريها عجينة سهلة بتاعه العيش. بس انا فضلت اللي انا اعملها كده جاهزه كلها على بعضيها عشان ما تاخدش معايا وقت. هجيب كده بقى كره كره وهبدا ادخلها في الرغيف زي ما انتم شايفين، وهسويها كده زي ما انتم شايفين. هوريكم برضو الرغيف التاني وانا بسوي، وانا برضو بساوي كده جواه اللحمه، وبضغط عليه، وبصوا بضغط عليه من الجناب عشان اللحمه تتوزع جوه الرغيف كله. هجيب بقى طاسه احطها على البوتاجاز ومعلقه سمنه، وهدهن كده وش الرغيف كده من فوق كده بالسمنه زي ما انتم شايفين. والظهر بتاعه انا ما دهنتوش لان انا هنزله على الطاسه تكون سخنه، وهسيبه على النار. واول ما ياخد لون من تحت هبدا اقلبه على الجهه التانية بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، وكده هي اللحمه مفرومه من جوه بتستوي معايا. بس هبدا كده اطلعه، بيبقى ده شكله وبيبقى ريحته جميله جدا وسهل وبسيط، ما بياخدش معايا وقت على البوتاجاز خالص. بصوا الكميه دي طلعت حلوه معايا، وان شاء الله هتعجبكم. عايزاكم تجربوها وتقولي رايكم فيها ايه في التعليقات، لانها بجد من احلى الوصفات اللي انا عملتها، وكانت سهله وبسيطه وما خدتش معايا اي وقت وانا بعمل الغدا. يلا لايك وشير، واشوفكم على خير في وصفه جديده.